تعالوا اقول لكم ازاي عملت رموش الست الحلوة دي وطلعت بجد جميلة جدا ودايبة ومرملة، وكمان بمقادير سهلة متوفرة عندنا في البيت، وبكوبايتين دقيق بس هنعمل كمية كبيرة. هقول لكم كمان سر المحلات اللي يخليها طرية جدا وشاربة الشربات بتاعها مظبوط وبتدوب كده في البق. رموش الست او عيون الشهد حلو شرقي لذيذ جدا. لو لسه ما جربتيهاش جربيها معايا بالطريقة دي وبجد بجد هتدمنيها. انا مي ودي قناتي ميوش كيتشن. لايك وشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ وصفتنا. عندي اول حاجة نص كوباية زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، بس الجو كان عندي بارد جدا فيعني كانت جامدة كده شوية. هحاول الاول كده يعني اطريها شوية بالسباتولا كده لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي. وممكن مكان الزبدة يبقى سمنة او خليط من السمنة والزيت. انا هعملها بنص كوباية من الزبدة وهزود عليها كمان ربع كوباية من الزيت. تقدروا بقى تعملوا المقدار كله زبدة بس او سمنة، يعني مفيش اي مشكلة، تحطوا كوباية الا ربع من المادة الدهنية اللي انتوا عايزينها. هضيف عليها كمان نص كوباية من السكر البودر، نكون كده نخلينه كويس قبل ما نستخدمه. هبتدي بقى اقلبهم مع بعض شوية كده، يعني احاول كده اخلط السكر مع الزبدة عشان لما اجي اضربهم بالمضرب يعني السكر كده ما يطرش ويبهدل الدنيا. هضربهم بقى بالمضرب كويس مع بعض، واي حاجة كده تكون على جوانب البولة معايا ببتدي ان انا انزلها واكمل ضرب تاني عشان كله يتضرب كويس. هفضل اضرب بقى كده لحد ما اوصل للقوام الكريمي الفاتح ده. ولو مفيش عندكم مضرب كهرباء حاولوا ان انتوا تعملوها كده بمضرب عادي لحد ما توصلوا لنفس النتيجة والقوام ان هي تبقى بالشكل ده. هبتدي دلوقتي انزل عليها ببيضة ومعاها كمان بياض بيضة. الصفار التاني شلته كده على جنب هنستخدمه بعد شوية. هننزل بقى كمان بكيس من الفانيليا وهنرجع نضرب تاني بالمضرب لحد ما البيضة تختفي تماما وتندمج كده في المكونات. تندمج كده والقوام المقطع ده بقى يبتدي ان هو يتحول لقوام كريمي كده وناعم جدا. هبتدي بقى دلوقتي بعد ما وصلت للقوام ده هنزل عليها بقى بالسميد او السمولينا نص كوباية تقريبا الا معلقة كبيرة، طبعا سميد سادة اللي هو مش عليه اي اضافات. وبعد كده هنزل كمان بمعلقتين من جوز الهند الناعم يا دوب كده، يعني بحب احط كده بسيط يدي كده ريحة حلوة. يعني الناس اللي بتحب جوز الهند ممكن يزودوا اكتر، يعني يخلوها مثلا 4 معالق، يزودوا معلقتين كمان يعني. عليهم كمان هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما نحاولش نزود اكتر من كده عشان يعني الرموش ما تنفش كده معاكو بزيادة يعني وشكلها يتغير وتبقى مش مظبوطة. هقلبهم مع بعض كده كويس وكده، يعني احنا ضفنا خلاص كل الاضافات الجافة اللي عندنا، مش فاضل بس غير الدقيق. هبتدي بقى ان انا اضيفه بالتدريج. معايا هنا كوبايتين من الدقيق هبتدي انزل بيه شوية بشوية وبالراحة كده بحاول ان انا يعني ادخله في المكونات كده واضيعه معاهم. يعني انا مش بعجن، احنا مش بنعجنها خالص عشان ما تكونش عرق كده والقوام بتاعها يختلف معانا. احنا بس بندخلها كده جوه بندخل الدقيق جوه المكونات. لكن ما ينفعش نعجنه خالص. يا دوب بقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان ما تنشفش معانا. مقدار بقى الدقيق اللي معايا ده كوبايتين من الدقيق. من الكوبايات المعيارية، انا استخدمت الوصفة كلها بالكوبايات المعيارية. بدأت ان انا انزلهم بالتدريج كده لحد ما القوام العجينة يعني يوصل ان هو يبقى ناعم كده ومش ملزق. كانت معايا كده لسه ملزقة شوية، زودت عليها كمان ربع كوباية من الدقيق، بس طبعا بننزل بيها معلقة معلقة لحد ما نظبط القوام. انتوا ممكن ما تحتاجوش تزودوا، وممكن يعني نوع الدقيق عندكم طبعا يختلف، وكمان حجم البيض اللي مستخدمينه فبيفرق جدا. عشان كده بنضيف الدقيق واحدة واحدة. كده العجينة تمام معايا، القوام بتاعها طري جدا ومش بتلزق في الايد، ولما بشكلها كده بتتشكل معايا بسهولة وبضغط عليها مش بتعمل اي تشققات. يبقى كده تمام. هبتدي بقى احضر الصاج او الصينية وابتدي بقى اشكل على طول. مسحت الصاج كده مسحة خفيفة جدا بالزيت، وخدت بقى قطعة كده صغيرة وزنها كان حوالي 20 جرام. الحجم ده يعني حجم وسط، مش كبيرة، مش هتبقى كبيرة قوي يعني ولا صغيرة، هتبقى وسط. ويعني نخلي بالنا بقى ان هي بتزيد شوية يعني لما بتدخل الفرن، فما نكبرهاش زيادة عن اللزوم يعني. بدأت ان انا اشكلها زي ما انتوا شايفين كده
تشكيلها سهل جدا بجد وسريع قوي. بنسحبها كده من الجنبين وببتدي ان انا اضغط عليها من النص ضغطة بسيطة، وده بيكون شكلها. ببتدي بقى احطها في الصاج، بسيب ما بين كل واحدة والتانية كده مسافات شوية عشان هي بتكبر شوية في الفرن. بصوا بجد العجينة تحفة والقوام بتاعها ناعم جدا. بتبقى العجينة شوية مرملة كده عشان طبعا فيها دقيق السميد. وباقي العجينة بقى هشكلها بالشكل التاني ليها، بتكون مدورة كده، دي اللي بيقولوا عليها عيون الشهد. بتكون صغنونة كده وشكلها لذيذ برضه. ده بقى صفار البيضة اللي كنا شلناه على جنب. حطيت عليه شوية من الفانيليا وهبتدي اقلبهم كويس قوي مع بعض. حاول كده ان انا افك الصفار كويس قوي عشان هدهن بيه وش الرموش بالفرشة كده. يعني بدأت ان انا ادهن على كل واحدة. حاول بس ان انا يعني ما اوقعش اي حاجة على الصينية عشان ما يعملش يعني آم، بيض على الصاج كده ويلزق يعني ويبهدل الدنيا. فاحنا بندهن بس دهنة بسيطة كده بس على الرموش عشان يديها لون حلو. ولو وقع منكم اي حاجة تمسحوها كده عشان يعني ما تبهدلش الدنيا. صفار البيض ده بقى هو اللي بيديها اللون الحلو واللمعة اللي انتوا بتشوفوها، لكن لو مش حابين ممكن تستغنوا عنه خالص وهي برضه هتاخد لون حلو في الفرن يعني. بعد كده ببتدي ان انا اجيب شوكة كده وبمشي بيها بالراحة على وش الرموش عشان يديها كده شكل الخطوط البسيطة دي، وده الشكل التقليدي ليها يعني. دخلتها الفرن على الرف اللي في النص. بكون مشغلة الفرن قبلها بشوية على نار أقل من المتوسطة بشوية. يعني بسيبها تاخد وقتها كده في التسوية عشان تستوي كويس من جوه، ومش بعلي النار. يعني أول ما بتستوي كده وتاخد لون ذهبي حلو من تحت ببتدي ان انا افتح عليها الشواية. تبتدي بقى تاخد لون من فوق. خدت معايا في الفرن حوالي ساعة الا ربع، وطبعا على حسب الفرن بتاعك يعني، المهم النار ما تكونش عالية. الشربات بتاعها بقى بيكون خفيف. حطيت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من المية، واحطهم بقى على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي. اول ما يغلي بضيف عليه عصير نص ليمونة، وبسيبه يعني من حوالي 5 ل6 دقايق كده. اول ما اتأكد ان السكر داب تماما بطفي عليه، وممكن تضيفي عليه فانيليا لو حابة. اهم حاجة اول ما تطلع من الفرن على طول نكون محضرين الشربات وفورا كده نسقيها بيه. يعني وهي سخنة الشربات هنا كان دافي معايا، ببتدي ان انا اسقيها كده وهو دافي. ونسقي بقى كويس جدا، يعني كل كمية الشربات اللي معانا هنسقيها وهنسيبها بقى تتشربوا كويس جدا. إيه الأحسن كمان تغطوها كده يعني زي ما بنعمل في البسبوسة، ده بيخليها تتشرب أحسن وبتبقى طرية وحلوة. بعد شوية بقى بنبتدي ان احنا نقلبها على الناحية التانية بالشكل ده عشان يعني تتشرب كويس جدا الشربات ويوصل لكل الرموش يعني. ما تقلقوش بقى، هي مش بتشرب شربات زيادة ولا بتكون مسكرة قوي ولا اي حاجة، لكن بجد هي اساسها وطعمها الحلو مش هيظهر معاكوا وهتتظبط كده غير لما تشرب الشربات كويس. يعني كده كده الشربات خفيف فبيخليها طرية ومرملة، لكن مش بيسكرها زيادة عن اللزوم. وكمان لو يعني سبتوها بقى مدة كافية وخدت كفايتها كده، الباقي عادي بنصفيه مفيش مشكلة. عايزين بقى تاكلوا احلى رموش بجد وتكون مظبوطة كده زي بتاعة المحلات، سيبوها لتاني يوم. بجد بتفرق جدا في الطعم، يعني طعمها هيظهر معاكوا اكتر كده وهتلاقوها دايبة جدا ويعني مرملة بطريقة رهيبة وتحفة. بصوا بجد الترميلة بتاعتها تحفة، مظبوطة جدا جدا، وكمان التسوية بتاعتها من تحت ومن فوق مظبوطة واخدة اللون كده الذهبي الحلو اللي احنا بنحبه. عايزة اقول لكم دايبة جدا جدا. اهم حاجة بجد تبقى يعني شاربة العسل كده من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى لذيذة قوي. اللي بيحبها بقى فيها قرمشة كده شوية من بره يعني، يخلي الشربات يعني بارد، لكن بصراحة وهي دايبة كده بتبقى تحفة. يعني هي القوام بتاعها متماسك زي ما انتوا شايفينها كده، لكن اول ما بتلمسوها كده او اول ما بتحطوها في بقكم بتدوب على طول، وهو ده القوام المظبوط ليها يعني.
ما شاء الله بجد، يعني من كوبايتين دقيق طلعنا كل الكمية دي، تنفع بقى للعزومات وتنفع كده تاخدوها هدية وانتوا رايحين يعني في اي مكان، بدل ما تشتروا جاهز. وطبعا هتبقى حاجة حلوة ان انتوا عاملينها بايديكوا، وطعمها بجد احلى من المحلات. لازم بجد تجربوها بالطريقة دي وتمشوا على الخطوات اللي عملناها، هتطلع معاكوا احلى رموش دقتوها قبل كده، وهتقعد عندكوا بقى بالايام، كل ما هتقعد هتحلو اكتر. يعني اكتبوا لي تحت بقى في الكومنتات، بتحبوا رموش الست ولا مش بتحبوها ولا ايه؟ بس انا متأكدة ان بعد الفيديو ده هتحبوها جدا. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وتتابعوا كل الوصفات اللي فاتت، ان شاء الله هتعجبكم جدا. واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.